تخيل الناس تبدأ تقول إن جارهم الطيب الفلاح اللي بيضحك للكل بيتحول في عز الليل لوحش قاتل. الموضوع مش فيلم رعب، دي قصة حقيقية حصلت في ألمانيا سنة 1589 عن راجل اسمه بيتر ستومب، واللي اتعرف بعد كده بلقب الرجل الذئب في راينلاند. قصة صعبة وبتورينا ازاي الهلع الجماعي والخرافات ممكن يخلوا المجتمع يلفق تهم ويصنع أسطورة وينهي حياة إنسان في لحظة. كل حاجة بدأت في قرية هادية اسمها بيتبورغ. لفترة طويلة الناس كانت بتصحى على أخبار عن اختفاء ناس من القرية ومن القرى اللي حواليها، وفي بعض الحالات كانت الجثث بتظهر لكن في حالة بشعة كأن كائن مفترس هو اللي هاجمها. الخوف انتشر والإشاعات زادت، ناس قالت ده ذئب ضخم، وناس تانية بدأت تقول لأ دي مش ذئاب، ده واحد بيتحول. الشك بدأ يلف حوالين واحد اسمه بيتر ستومب. كان فلاح غني عايش في المنطقة وعنده ولاد، وناس كتير كانت بتحترمه، لكن زي أي وقت مليان خوف الناس بتدور على حد تشاور عليه، والشك بدأ يلف حوالينه، خصوصا بعد ما حصلت مطاردة لكائن غريب وانتهت بالقبض عليه. بعد القبض عليه اتعرض بيتر لتعذيب شديد، وفي الوقت ده كان التعذيب شيء معتاد جدا في التحقيقات، وكانت وسيلتهم الأساسية لانتزاع أي أطراف. وتحت الألم اعترف باعتراف مرعب، قال إنه من حوالي 25 سنة عمل اتفاق مع الشيطان، وإنه خد حزام سحري يخليه يتحول لكائن مفترس، ذئب ضخم عيونه بتنور وأسنان حادة، وقال إنه استخدم الحزام ده في أوقات معينة، وإنه ارتكب أفعال عنيفة تجاه ناس كتير منهم أقرب الناس ليه. وكمان اعترف إنه كان بيمارس طقوس غريبة وغامضة في أوقات محددة من الشهر، وقال إنه معاه شركة من ضمنهم واحدة اسمها كاثرين اللي كانت قريبة ليه، وشخص تاني كان بيعتبره من عيلته المقربة. المحاكمة ما خدتش وقت طويل، الاعترافات كانت كفاية ومحدش سأل اتقالت ازاي ولا تحت ايه. وفي يوم 31 أكتوبر 1589 صدر الحكم إعدام بيتر بأبشع وسيلة في زمانهم، بهدف إنهم يخوفوا الناس. اتعرض لتعذيب علني قدام الناس، اتربط على عجلة حديد وتم تكسيره جسمه، ومعاه كمان اتنفذ الحكم في كاثرين والشخص التاني اللي اتهموه بالمشاركة. وبعد التنفيذ بانوا عجلة كبيرة حطوا عليها تمثال ذئب و11 عمود رمزا للناس اللي اتقال انهم راحوا ضحية لأفعاله. دلوقتي كتير من المؤرخين شايفين ان كل الاعترافات دي كانت نتيجة للتعذيب، مش دليل حقيقي. مفيش اي دليل فعلي على وجود الحزام السحري ولا على التحول ده، وكلها ممكن تكون مجرد خرافات اتضخمت وسط الخوف والناس صدقتها. قصة بيتر ستومب ما هياش قصة عن الرجل الذئب، دي قصة عن بشر ممكن يتحولوا لوحوش، مش بسبب السحر لكن بسبب الجهل والخوف والتصديق الأعمى لأي إشاعة. ويمكن بيتر كان بريء ويمكن لأ، بس اللي أكيد إن المجتمع نفسه هو اللي حوله من راجل لأسطورة دموية. السؤال هنا، لو كنت عايش في الزمن ده كنت هتصدق ولا كنت هتسأل نفسك هو مين الوحش الحقيقي هنا؟